ما استلم الكوره ميسي غير اتجاه جسمه 3 4 مرات. نعم. وبعدين فتح لنفسه مساحه عشان يجيبها على وكان على اليمين رجع على اليسار طبعا عشان يجيبها على الشمال المتميز بيها. استاذ مسيح اكثر. الحارس المرمى هو جاي مش عارف هيعمل ايه، فرد فعله هاي اللقطه سريع. ده التفاهم اللي ما بينه وما بين سواريز. بص ادي واحد كنترول، ادي اول تغيير جسم، 2، ادي 3، صعب جدا، ادي 4، صعبه جدا، صعبه على المدافعين. هيراقب الكره ولا هيراقب ميسي ولا هيراقب حركه رجليه؟ هو في حاله بدنيه في الاخضر في الموسم في الوقت الحالي، حاله بدنيه ممتازه بالنسبه لميسي، من حيث السرعات، من حيث اللياقه، من حيث القوه. تحس انه حاضر في الذهن، حاضر بدنيا وحاضر ذهنيا، فده مهم بالنسبه لبرشلونه. انما يظل ميسي هو مكمن الخطوره، هو ترمومتر الاداء، هو الحل الموجود بالنسبه لبرشلونه. زي ما قلنا في بدايه الاستوديو، زي ما بقول التاريخ بيؤرخ قبل الميلاد، هيؤرخ في الكوره قبل ميسي وبعد ميسي. كان بيبقى فيه المحاصره سواء من لاعبي الدفاع سافيتش او جودين، وفي نص الملعب كوكي وساول يبقى قريبين منه في عمق الملعب. انما هو قدر بمهارته في الهدف انه يقدر يتخلص من هذا الرباعي الموجود في العمق بمهارته الكبيره، وسواريز حسن المتابعه بالنسبه له. وهنا الكره الثابته بالنسبه له بقت ضربات جزاء ب 40 يارده بقى ده. وهنا الكره الثابته بالنسبه له بقت ضربات جزاء ب 40 يارده بقى ده، زيها زي ضربات الجزاء. وايضا بقت بتسبب رعب للحراس.